السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون. مرة أخرى أريد إنجاز هذا الفيديو خصيصا لسعيد بوتفليقة. سعيد بوتفليقة هو دخيل على الشعب الجزائري، وهو من أصول مغربية، يكره الجزائريين ويكره الجزائريات. كي نقول دخيل على الجزائريين معناه نتاعها ما كانش يظهر في السابق لولا بوتفليقة. سعيد اللي ولد فخوه وجابوا للرئاسة من الجامعة الجزائرية وأعطاه منصب مستشار مقرب ليه، وإحنا نعلموا باللي هذا السعيد بدا يشتغل معاه منذ 99، والبعض يقول باللي لما الرئيس مرض. أنا نقول العكس، السعيد هو العقل المدبر لبوتفليقة. كل السلوكات اللي كان يظهرهم الرئيس في الخرجات نتاعو في الخطب نتاعو كان من ورائه السعيد بوتفليقة. هذا إنسان خبيث مراوغ كبير ومشعوذ. هو يستعمل طلاسم مغربية كما نقولوا، يدير الحروز، لأن الأفكار اللي جاب بها بوتفليقة هي أفكار سعيد، وجهان لعملة واحدة. فإذن سعيد هو من 99 هو يرون ضد الشعب الجزائري ويبسط في النفوذ نتاعو حتى يتمكن من كل السلطات عن طريق بوتفليقة شخصيا. ومنذ 2004 بدا يعني الاسم تاع سعيد يظهر عبر استعمال التليفون. يعني هو كان يتخذ قرارات في بعض الأحيان ما يشاورش بوتفليقة، لأن بوتفليقة هو اللي كان يدير فيه الثقة التامة، وأي إجراء يقوم به سعيد يوافق عليه بوتفليقة. حتى أن نفتح هذا القوس في أحداث منطقة القبائل، هاد الشبان اللي قتلهم الدارك الوطني شكون اللي كان يعطي في الأوامر؟ ليس بوتفليقة، هو سعيد. هو الذي كان يحرض وكان يفرض على المسؤولين ويعطيهم الأوامر في الكواليس وعبر الهاتف. يعني كل الأشياء اللي كان يقوم بها سعيد هي أشياء خارج الدستور، لأنه كان يمارس مهمة الرئيس، وهو ليس برئيس ولكنه هو مجرد مستشار بسيط متخصص في الإعلام الآلي. خليني نعطيكم هذه المعلومة، ربما أغلبية الجزائريين والجزائريات ما يسمعوش بهذه المعلومة هذه. في 2007 هذا سعيد بوتفليقة، هذا النمس، أنا نسميه النمس لأنه ضعيف شخصية، وش دار باش يستعمل الزاوية تاع العلويين هذه اللي موجود المقر نتاعها في مستغاليم. وحنا نعرفوا باللي هذه الزاوية تاع العلويين هي تابعة للمخزن المغربي، تعمل لصالح المخزن المغربي. فإذن السعيد عن طريق الزاوية تاع العلويين اللي حب يستدرجهم، لأن في البداية هذه الزاوية يعني ما دخلتش في الخطة نتاع بوتفليقة، ربما ما ساندتش العهدات الأولى نتاع الرئيس، ولكن هو استعمل هذه الخطة الجهنمية على حساب جيوب الجزائريين. واش دار؟ هاد الزاوية تاع العلويين اللي كان عندهم مؤتمر في طنجة وبغاو يتنقلوا عن طريق الجو، وحنا نعرفوا باللي ما كانش خط مباشر بين مدينة وهران ومدينة طنجة، ولكن بحكم أن السعيد هو l'homme de main, comme on dit en français, l'homme de main de son frère, il a usé des moyens de l'État، استعمل وسائل الدولة باش بالتنسيق مع المخزن المغربي باش يدير خط مباشر خصيصا لهذه الزاوية، والأنصار نتاعها والمخالطين نتاعها والمحبين نتاعها
ودار لهم خط تاع خط جوي. وانا نتمنى للناس اللي يعملوا في وهران الى فيهم احرار ياكدوا لنا هذه المعلومه على كل حال، وهم على علم بها. فاذا هذه الطائره التي اقلعت من مطار وهران باتجاه طنجه، هذا الخط هو لم يكن مبرمج بصفه رسميه في برنامج الخطوط الجويه الجزائريه. فاذا هذا السعيد حب يستدرج هذه الزاويه، كما نقولوا عطاهم نمصون، عطاهم طعم، واستعملهم واستدرجهم وخدم بهم على كل حال. و لو فول هذا الى ايتي كونكريتيزي. وعلاش راني نعطي هذه المعلومه؟ لان كنت مقرب يعني من بعض الاشخاص، وانا اللي وصلتهم للمطار بالسياره، يعني باش نكون يعني شاهد عيان على ان هناك كان خط مباشر بين وهران وطنجة بطريقه سريه. هنا نعتبرها خيانه عظمى. يعني السعيد بوتفليقه ليس من دوره أن يتدخل في شؤون الخطوط الجوية الجزائرية ويضع اضطراب في البرنامج. يعني هناك هذا الخط غير موجود وهو استعمل هذا الخط، فإذا هو عرقل شيء ما برنامج الخطوط الجوية الجزائرية. يعني وانا نتمنى نعاود نكرر من الجماعة هذو تاع الخطوط الجوية يأكدوا لنا إذا كان فعلا هذا الخط يعني هو ما كانش رسمي على كل حال. انا نعرف جزائريين ونعرف الوهرنا ما كانوش يمتطوا الطائره من وهران لطنجه، كانوا يمشوا للعاصمه ومن العاصمه يمشوا لكازا. هنا غير باش نقول لكم باللي هذا السعيد هو خطر على الجزائر، خطر على الجزائر ان لم نفصل في مصيره. رانا شفنا يعني السعيد بوتفليقه هو حتى على مستوى الجمعيات نتاع المجتمع المدني هو سيطر عليها منذ 2003. في آخر خطاب اللي داروا الرئيس بوتفليقة بمناسبة الوئام المدني في قصر الرياضة بوهران، من هذاك الوقت بدأ السعيد يعني يحضر في نفسه ويمهد الطريق ليه هو، يعني باش هو يخلف بوتفليقة. كان يستعمل بعض الجمعيات تاع المجتمع المدني بطريقة سرية وطريقة خفية، وكان هيكلهم على كل حال على شكل جمعيات عندها طابع اجتماعي، ولكن في الخلفية تاع هذه الجمعية هي تخدم الرئاسة مباشرة. علاش راني نقول هذا الكلام؟ لأن أنا كنت يعني حاضر في قضية مثل هذه، وتوغلت داخل جمعية ما نذكرهاش على كل حال، واللي كان يشرف عليها هذا اللي يسموه الله يرحمه على كل حال، كان مدير عام تاع لوناكو في وهران، هو إنسان معروف، وهو منخرط في جبهة التحرير الوطني، وهو كان مكلف على مستوى الغرب الجزائري باش ينسق مع كل الجمعيات في كل ولايات تاع الغرب الجزائري. علاش راني نتكلم نقول غرب جزائري؟ أنا شاهد عيان وحاضر في هذه القضية على كل حال. هو وضع يعني على مستوى كل ولاية دار منسق في كل ولاية، وهذا المنسقين قاع يجتمعوا في وهران في فيلا، وربما الناس اللي راهم يسمعوا فيا يعرفوا القضية كيفاش دايرة. وحتى نخلي باش نقول يعني الجزائريين باللي الأشخاص اللي كانوا يشرفوا على هذه الجمعيات هم مقربين من دوار الرئيس، حتى ما نعطيش كل الأسماء على كل حال. وهذه الجمعيات التي كانت تعمل في الظل، ولكن المسؤولين المحليين هم علم بهذه الجمعيات، يعني هم مبرونشين معهم مع هذه الجمعيات، يعني باش يتحصلوا على كل المزايا اللي تطلبها الرئاسة يعني في الدعاية الانتخابية تاع الرئيس وتاع عهدات الرئيس. فكل مطبلين يعني لو ديسك جوكي في هذه الجمعية راهم عاطينهم لي ديسك جوكي، وكل وسائل الدعاية للرئيس بوتفليقة. وهكذا اللي احنا شفنا يعني بوتفليقة أينما يذهب ترون يعني تلك الجموع التي تصفق وتطبل وتبندر، ويوروا بالجزائريين شوفوا الرئيس بوتفليقة الشعبية اللي عنده. هي ما هي الشعبية اللي عنده،
هذه الشعبيه كما اليوم رانا نقولوا كاشير، يعني بكري ما فقناش بالكاشير، هي كانت جمعيه تاع الكاشير على كل حال. ولكن حبيت ندير هذا الفيديو ونعاود نكرر باللي سعيد بوتفليقه هو خطر على وحده الجزائر. هو اليوم راه عنده علبه سوداء، هو كون في الميدان حركه، ولا خليني نسميها لكم نظام موازي. هو أسس في الدولة الجزائرية نظام موازي، وهذا النظام الموازي مربوط بالرئاسة مباشرة، ويعطي التعليمات حسب السلم نتاع المسؤولية إلى آخر شخص موجود في هذا النظام الموازي. وخليني نقول لكم ربما راه كاين حتى شرطي اللي ما نسميهش، يعني بعد وفاة هذا اللي مكلف بالتنسيقيات تاع الجمعيات على مستوى الغرب الجزائري، حولت هذه العلبة السوداء دائما في وهران، يعني بضواحي وهران، ويتحكم فيها هذا الشرطي اللي ما نسميش على كل حال هو معروف. هذا الشرطي هو اللي حكم العلبة السوداء وكل منخرطين تاع الجمعيات على مستوى ولاية وهران. وهاد المنخرطين هما مهيكلين على شكل لجان، يعني في كل حي فيه لجنة، في كل دائرة فيه لجنة، في كل ولاية فيه لجنة، واللي يشرف على هذه اللجان يسموهم لجان الأحياء. هما على كل حال كل منخرطين يتلقاو تعليمات قبل الانخراط بأن لا يكشفوا الأسرار، بأن لا يكشفوا أسرار كيف تشتغل هذه الجمعيات من الداخل. وتحبوا نعطيكم حتى اسم، نعطيكم اسم على كل حال، إذا علقتوا على الفيديو يعني في التعليقات نعطيكم أنا، ما كاش مشكل. ولكن سعيد بوتفليقة هو علاش أسس هذه الجمعيات؟ باش يحذر. هو كان في السابق كان نشأ حزب سماه يعني حزب يسموه لو RCN، هو التجمع من أجل الوئام المدني، en français يسموه le Rassemblement pour la Concorde Nationale. هو خدا هذه المصطلحات نفس الشيء اللي كان يستعمل فيه الرئيس بوتفليقة، يعني باش تعرفوا باللي الأفكار اللي كان يستعملها بوتفليقة هي نفسها اللي يستعملها سعيد بوتفليقة، وجهان لعملة واحدة. فهم حاولوا الاثنين السيطرة على مفاصل الدولة رويدا رويدا حتى وصلنا إلى هذه الوضعية التي نحن فيها اليوم. ونحن اليوم عبر المسيرات نطالب بذهاب السعيد بوتفليقة وأخوه. فإذا لماذا تأخرنا؟ وأنا هذا العبد الضعيف على كل حال كنت قدمت هذه المعلومة وهذه الخبايا، قدمتها العقيد في الجيش الوطني الشعبي، ربما اليوم يكون متقاعد، وقدمتها له شفهيا. هو كان مسؤول على مكتب تجنيد بولاية تيارت، ربما يسمع الفيديو هذا ويتذكرني مليح، ونعطيكم حتى التاريخ في 2007. فإذا واش نقولوا في اللهم اشهد فاني قد بلغت. احنا بلغنا في 2007. لو كان هذا العقيد يعني خدا الامور بجديه، الجواب نتاعو واش كان؟ قال لي فيه خطوط حمراء لا يتعداها سعيد بوتفليقة. وحنا رانا نشوفوا اليوم يعني الخطوط الحمراء اللي تعداها سعيد بوتفليقة. وانا لوم هذا العقيد ربما لم يوصل المعلومه الى من هم معنيين بهذه القضيه، هي مساس بالامن القومي على كل حال. أنا نعتبرها خيانة عظمى، الإنسان اللي ينقلب على النظام الجمهوري. احنا شفنا اليوم باسكو سعيد يحوس يكرس مفهوم التوريث عندنا على كل حال. هو بعدما سيطر على كل شيء بقات المرحلة الأخيرة عن طريق العهدة الخامسة هو احنا ندخلوا في نظام التوريث. وربي قال لهم والله ما تفوتوا، والشعب راه يعني هذه هبة ربانية، يعني ربي راه يبغي الحق ما يبغيش الباطل. وشاف هذا الشعب يعني وعنده النية مخلص لله، قال له تحرك على بركة الله حتى تكنس هؤلاء من بلدنا، يعني هم ليسوا جزائريين، يعني راهم طولوا بزاف يعني.
يعني من المفروض القيادة نتاعنا تتحرك فورا، لأن مازال هو مادام راه في الرئاسة راه يناور وراه منا وكدا، وراه ربما يتصل بالخارج، يستقوى بالخارج كما راه يستقوى اليوم العمامرة. يعني مازال يعني ما مدغوش هذه القضية نتاع المسيرات اللي راه 20 مليون جزائري يقول لهم بديو وسعونا روحوا خطونا، وما ما حبيش يوخروا من الكرسي. يعني الناس هذو ما يحشموش. هما واش القصد نتاعهم؟ القصد نتاعهم هما يدخلونا في حرب أهلية ويمشوا، يخلوا الفوضى موراهم، وحنا ان شاء الله يعني ما يوفقهمش ربي. لان دعاء المظلومين ودعاء الحراقه وابنائهم واوليائهم يعني هي دعوه مستجابه من الله تعالى على كل حال. الله سينتقم منهم، ومن الاحرار الذين سينتقمون منهم على كل حال، حتى يأذن الله. التغيير قادم على كل حال. فاذا ارجع واقول ان السعيد بوتفليقه بالنسبه لي هو شخص خطير، لأنه هو اليوم راه يلعب دور الرئيس، بالرغم من خطاب الفريق قايد صالح واقترح يعني تطبيق المادة 102، واليوم راه يقول لك بن صالح أو مبعوث من الرئيس. نعلو الشيطان، وين راكم رايحين؟ هذا اسمه استفزاز، مازالوا يستفزوا الشعب مازال. وين راكم غاديين؟ يعني هما عندهم هدف على كل حال، عندهم هدف واضح، إحداث فتنة في الجزائر ثم يمتطوا الطائرة ويذهبوا إلى الإمارات. هذا هو المشروع تاع السعيد بوتفليقة. وما قضية أن مدير الشروق يعني هذه الأيام يعني قبل يومين هي يعني مسرحية، حبيت أن ندخلها في الفيديو على كل حال، لأنه يعني قضية جديدة طرأت في الميدان. هذا مدير الشروق على كل حال حسب المعلومات هم يقولون أن علي فضيل هو كان مؤيد للعهدة الخامسة، وكان يمشي على طول الخط يعني مع قناة النهار في الدعاية للرئيس بوتفليقة منذ زمان. هذا لا يخفى على أحد. كيف اليوم علي فضيل يصبح العدو اللذوذ لسعيد بوتفليقة ولبوتفليقة شخصيا؟ فإذا حتى القايد صالح هو رجل بوتفليقة. لماذا هذا التغير؟ لأن علي فضيل حسب المعلومات يعني يأكد لنا هذه المعلومة. هما راهم يقولوا باللي في تمهيدا للعهدة الخامسة جمعوا أموال، يعني أرباب الأعمال يعني تبرعوا للمقر تاع المداومة تاع بوتفليقة في البيار اللي كان يشرف عليها مدير الحملة سلال قبل الإقالة نتاعو. قالوا باللي خذا يعني أموال مقابل الدعاية للرئيس بوتفليقة، هي أموال تتعد بالملايير على كل حال. وعلي فضيل أخذ هذه الأموال يعني وصرفها على عمال القناة، لأنه كان في عجز مالي وإلى آخره. وأما يعني الكمية التي دفعت من طرف رجال الأعمال التي تقدر حسب ما قرأنا هي تقدر ب750 مليار من طرف رجال الأعمال. ولما فشلت العهدة الخامسة تقرر استرجاع هذه الأموال التي أخذها علي فضيل من مقر المداومة، فرفض علي فضيل ترجيعها لأنه صرفها على عماله. وهنا وقعوا في إشكال، وأرادوا يعني أراد السعيد بوتفليقة شخصيا لم يكن يقوم بهذا الإجراء لولا تدخل علي فضيل يعني قبل اختطافه على قناته يعني، وتكلم عن السعيد بأنه لديه خاتم الرئيس وهو الذي يسير ويختم بخاتم يعني هناك تزوير في كل ما قام به السعيد تجاه الدولة الجزائرية. ووقعت الواقعة وجاءوا ليختطفوه، وهو علي فضيل أراد بهذه العملية أن يظهر كبطل حتى ينقض على الحراك نتاعنا احنا تاع المسيرات يعني. لأن الدولة غبية تحسبنا احنا ما نفهموش السياسة،
هي لأن قناة النهار فقدت المصداقية، لا يمكن لها أن تقوم بالدعاية لسعيد بوتفليقة أو لبوتفليقة شخصيا. فإذا النهار هي كما نقولوا بالعامية قناة محروقة. هذه قناة زيكو راهي محروقة، دونك يفو رومبلاسي قناة النهار بقناة الشروق. وداروا هذه المسرحية على كل حال نتاع كما نقولوا تاع رومبو، يعني صباح علي فوديل هو رومبو. وراهم شتوا يعني، ودخلوا حتى صحفيين آخرين يعني وساندوا، يعني ساندوا هذه العملية تاع ندوا يعني ندوا بهذه العملية تاع الاختطاف. وأفرج عنه يعني في اليوم مباشرة بعد تدخل يعني الفريق قايد صالح. هنا نستنتج أن دور قايد صالح بدأ يظهر، ودور علي فضيل بدأ يظهر. وقايد صالح هو يعني عبر خطابه الشهير يعني اقترح تطبيق المادة 102، يعني هو قضى على بوتفليقة عن طريق هذه المادة. وعلي فضيل يبقى ليلعب دور الحراك، هو يريد أن يتزعم الحراك. ومن قبل يعني شاهدناه كيف أخذ صورة تذكارية في وسط الحراك مع شرطي من الأمن الوطني. فإذا أردت أن يعني أنجز هذا الفيديو فقط لأقول للشعب الجزائري: مزيد من الحراك، مزيد من الانضباط، حذاري من التشويش، حذاري من الاتهامات، حذاري من المساس بالمؤسسة العسكرية، وعلى رأسها قايد صالح. مهما يكون الأمر، مهما يكون الأمر، يبقى قايد أخف الضررين. احنا نعرفوا الشاوية يسرقوا، ربما يحقروا، ولكن لما تمثلوا الوطن ما نظنش باللي يتخلى على الوطن مهما كانت العلاقة اللي بينه وبين بوتفليقة. ونحن رأينا صحيح هناك من يعني يقول أن هناك يعني مراوغة من طرف القايد بعدما تشاور مع سعيد. هل هذه المعلومة صحيحة؟ من لديه الدليل أن القايد صالح تشاور مع سعيد ليأخذ هذا القرار؟ ليس هناك دليل. لماذا الاتهام؟ لأن فرنسا تريد أن تقسم الجيش الجزائري، لأن القايد صالح ربما هو عصي عليها، وهو يعني من جيش التحرير ومن جيش الصمام، وهو بعيد كل البعد عن جيش الحدود، يعني الجهة الغربية والجهة الشرقية، إذا أراد أن يكون منهم على كل حال. وإذا قلب الفيستا هذيك حاجة أخرى سيحاسب أمام التاريخ. ولكن مع نهاية عمره يعني أظن أنه يدخل يعني التاريخ. وسترون على كل حال، سترون، لأن هذه الخطوات التي يتبعها قايد صالح على كل حال هي خطوات محترمة. ونحن لا ندخل يعني في برنامج الفريق، ولو أن يعني طعنا في الظهر على كل حال عن طريق الجيش الوطني الشعبي. هما يقولوا أنا مانيش ندافع على قايد صالح، لو كان نشوف الميدان واش راه يصرى وكيفاش الخطوات يعني باش يوصل قايد صالح يعني ويقترح المادة 102، يعني في خطوات أخرى جريئة سيقوم بها الجيش الوطني الشعبي. ما تنساوش باللي قايد صالح هو ماهوش سيد القرار. هذا القرار اللي اتخذه قايد صالح تعرفوا باللي في الجيش نتاعنا لو كانت القيادة يعني راديكالية وشخصية كان الجيش ينقسم إلى 20 قسم. لأن في القيادة فيه إجماع، فيه سكون أبيل ان كوموندمون كوليجيال، فيه تسيير جماعي، فيه مجموعة تاع جنرالات، وفيه ربما يدخلوا في فيلا ينعزلوا فيها ويطرحوا المشكل وكل واحد يمد رايه، والأغلبية هي اللي تقرر. إذا الأغلبية تاع الجنرالات ما اتهموش قايد صالح، الأغلبية تاع الجنرالات هما اللي خذاو القرار، وقايد صالح هو الناطق الرسمي تاع الجنرالات. أنا نشوف كيما هكذا، أظن، وسمحوا لي على كل حال ربما أكون مخطئ، ولكن أنا نشوف الوضعية كيما هكذا. ما تسرعوش، اليد في اليد، الحراك متواصل، نحن هنا باقون والبلد باقي، والسعيد سيترك البلد
ولن يدمر الجزائر، وسنأتي به وسنحاسبه، حتى ولو ذهب يقال أنهم سيذهبون الإمارات. من تكون هذه الإمارات؟ هذه الدويلة صحاب القناطر هادو، صحاب 4 براميل بترول، يعني هما اليوم راهم يشرفوا على ميناء الجزائر، هم جواسيس لدينا لدى إسرائيل. كيف نسمح للإمارات أن تسير ميناء الجزائر؟ من أعطاهم الرخصة؟ فإذن كل هذه الأمور يجب أن تعالج اليوم قبل الغد. وهي تسير أيضا الحجار. فإذن حتى لا أطيل عليكم، راني كسرت لكم ريسانكم بزاف، ولكن أردت فقط أن أقول أن السعيد بوتفليقة هو خطر على الجزائر، يجب أن نتخلص منه فورا مهما كانت التكاليف. وراني نقولها يعني مباشرة، ما حبيتش نقولها، مهما كانت التكاليف، لأنه هو رأس الحربة. والله لا أتهم بوتفليقة، أتهم السعيد بوتفليقة. كل شرور هو اللي قام بهم، كل إقالات وكل تسريحات وكل تعيينات كان يملك الختم، وخاصة منذ مرض الرئيس. وفي الأخير اللهم انصر بلدنا، واللهم احفظه واحفظ جيشنا واحفظ قواتنا الأمنية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.